الفيديو ده للشباب. أرجوك سيبك من كل اللي حواليك من سلبيات وأخطاء، وخاصة الحاجات اللي أنت مش هتعرف تغيرها لوحدك لأنها مش مسؤوليتك الشخصية، وركز على أهدافك. ما تنتظرش الكون يتصلح وتأجل أهدافك وقراراتك لوعود وقرارات أكبر منك وتقول نستنى ونشوف إيه اللي هيحصل. مشاعرك وقراراتك وطموحاتك وأهدافك أنت الوحيد المسؤول عنهم، فيا ريت تركز على دول. عاوز تنزل تعمل توكيل، انزل اعمل توكيل وانت عارف ان السياسة القانون الوحيد اللي بيحكمها هو المصلحة. تشوف مصلحتك مع مين وتعمل له توكيل، مش قانون الحب والكره. لكن الأهم من كل ده انك هتنزل تعمل التوكيل وترجع تاني تركز على أهدافك في أسرع وقت ممكن. ما تضيعش وقتك، ما تشغلش بالك بعد كده ايه اللي حصل، مين راح ومين جه. لأن المفاجأة الأولى ان الناس في المكان ده من العالم دايما بيتكلموا عن حاجتين. أول حاجة مين مات وكان المفروض يعمل ايه وما كانش المفروض يعمل ايه. تاني حاجة ناس تانيين نفسنا نبقى زيهم ومش عارفين فبننتقدهم. فعلشان كده ما تضيعش عمرك، فكر في الصح واعمل منه اللي تقدر عليه، وسيبك من الغلط. واهم حاجة في الغلط انك تكون عارف في قلبك انه غلط. سيبك من الكره لمجرد الكره، لانه هيبعد عنك الناس وهيقلل فرصتك في الاستمتاع بايامك. لو فضلت مركز مع الاحداث قوي ومين راح ومين جه وايه اللي حصل، هتبص في لمح البصر تلاقي 3-4 سنين عدوا وانت محلك سر، واكيد مفيش حد عاوز كده. فارجوك ركز على هدفك، لان الانسان لو عايش في اجمل مكان وانسب مكان واحسن مكان في الدنيا من غير هدف، عمره ما بيحس انه سعيد ولا بيعرف يميز الفرصة لانه ما كانش مستنيها. لكن الانسان اللي عايش تحت اقصى الظروف ومستني الفرصة هو ده اللي بيتكافئ، ولو ما لقاش الفرصة هنا بيلاقيها هناك، ولو مش في البلد دي تبقى في البلد دي. لأن المفاجأة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الأرض واسعة ومش لازم تربط نفسك بمكان. لو ما لقيتش فرصتك في المكان ده روح مكان تاني. الدنيا كبيرة وفيها حاجات حلوة وفيها ناس كويسة وفيها فرص كتير جدا، فما تربطش نفسك بحتة واحدة وتبقى أنت المسؤول عن الخطأ ده. مهما كان اللي حصل لك فكان لازم تشوف الضلمة علشان تعرف قيمة النور، كان لازم تحس بالرفض علشان تعرف إن طموحاتك مش هتتحقق في المكان ده. فأرجوك ركز على هدفك واسعى في اتجاهه بخطوات بسيطة. إن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اتغير فألف خير وبركة، وانت أخر الفرج فانت كنت بتحسن من نفسك وبتطور من ذاتك علشان تعرف تساعد بعدين بقدرات أكبر وصوتك يبقى مسموع. غير كده لو انت مش لاعب أساسي ما تلعبش. القعدة والانتظار وتعليل الأمال والأحلام على شماعة الظروف وأخطاء الغير ملهمش أي مسمى في الدنيا غير إنك بتضيع عمرك. خليك فاكر إننا في زمن الفساد المبرمج، فلو ركزت شوية هتحس إن هم كلهم متفقين عليك. فانجو بنفسك. مساء الفل.